في العاصمة الإسبانية مدريد، وعلى مدار 3 أيام كاملة شاركت موريتانيا في فعاليات المعرض الدولي للخضروات والفواكه، أحد أهم المعارض المختصة في التسويق على المستوى العالمي. شركة اكتفاء عرضت تجربتها الرائدة في المجال من خلال رؤية أسست لها سماحة الشيخ العز بن الشيخ آياه، تقوم على تحقيق الأمن الغذائي في الداخل وتعزيز فكرة التصدير للخارج، وهو ما أثار اهتمام المختصين والمشاركين في المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نمثل شركة اكتفاء النمجاض. هذه الشركة الممولة من طرف سماحة الشيخ العز بنت الشيخ آياه. هذه الشركة الفريدة من نوعها في موريتانيا بنظام التقطير جوت جوت أوتوماتيك. هذه الشركة تمتاز بأنها هي الشركة الوحيدة من بين جميع الشركات الوطنية التي لا زالت تصدر حتى اللحظة المنتجات الوطنية داخل السوق الوطني من الفاكهة والخضروات. شركة اكتفاء وبتوجيهات من الشيخ العز بن الشيخ آياه تسعى عبر مشاركتها في معرض مدريد الدولي لتعزيز استراتيجية التواجد في السوق الأوروبية عبر شراكات مع مستثمرين ومجموعات اقتصادية مرموقة. وفي هذا السياق أعربت إسبانيا عن اهتمامها بالمنتوج الموريتاني وما تقدمه شركة اكتفاء من فرص للتعاون والاستثمار وتبادل الخبرات. كنا حريصين على التواجد في هذا المعرض الدولي لنمثل موريتانيا ونمثل شركتنا من خلال شركة سونادير الوطنية. تمتاز هذه الشركة بآفاق استراتيجية في المستقبل، تمتاز بأنها ستوفر أغلب المواد التي كانت تستوردها البلاد من الخارج، وفي المقابل نعمل على تصدير منتجاتنا للخارج. ولذلك حضرنا هنا في هذا المؤتمر والتقينا بكل الفاعلين في هذا المجال، وفتحنا عدة علاقات واسعة مع المستثمرين الخارجيين خاصة السوق الأوروبي. وكما تعلمون إسبانيا من بين الدول التي تمتاز بأنها متميزة في هذا المجال، ولذلك حرصنا على أن نأتي هنا ممثلين لبلدنا مصدرين لمنتجاتنا الوطنية مستقبلين كل العلاقات الدولية في هذا المجال، ونعمل من خلال الأفكار النيرة لدى سماحة الشيخ العز بنت الشيخ آياه أن نوصل موريتانيا لدرجة العالمية في هذا المجال إن شاء الله. شكرا. وتعد شركة اكتفاء التي زرعت الأرض وقطفت المحاصيل في النمجاط من أكثر الشركات الموريتانية العاملة في الميدان الزراعي استعمالا للتقنيات الحديثة وفق المعايير الدولية، وهو ما يؤهلها لتكون من بين أهم روافد الاقتصاد الموريتاني وقاطرة مهمة في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي تمهيدا للتصدير للخارج، والذي وضعت الشركة أولى لبناته في معرض مدريد الدولي.